تاني من سلسله ليه الكود بتاعك بيقع على البرودكشن. النتورك بيبقى مشاكلها كتيره جدا على البرودكشن، بيبقى في النتورك او في اللوكال انفايرمنت. انت دايما بتشتغل على ان اللوكال نتورك، بتشتغل على موك سيرفيس، بتشتغل على حاجات انت بتبقى عارف الردود بتاعتها عامله ازاي. لكن على البرودكشن الوضع مختلف تماما. الريكوست بتاعك بيعدي على مراحل كتيره جدا عشان يقدر يبقى قابل للتنفيذ. طب ايه ممكن تكون المراحل دي؟ المراحل دي ممكن الفي بي ان، فاير وول، ممكن يعدي على اللود بالانسر، بيعدي على مراحل كتيره جدا. طب المشاكل دي ممكن تقابلنا ايه على النتورك لو انا بانتجريت مع اند بوينت ثانيه؟ في شويه مشاكل لازم تكون واخد بالك منها وانت في الديف انفايرمنت قبل ما تطلع على البرودكشن. هنعمل ليست لكل المشاكل دي ونشوف حل لكل واحده فيهم ببساطه. اول مشكله هتقابلك ومش هتاخد بالك منها في الديف انفايرمنت وهي التايم اوت. التايم اوت ده اعتبره العدو بتاعك. لو انت في ابلكيشن معين ومش محدد التايم اوت بتاعك ممكن يعمل مشكله كبيره جدا. زي مثلا في كود معين، الكود ده بيبقى لونج بروسيسنج، ممكن عمليه بتتنفذ في وقت كبير جدا، او كود طلع غلط مثلا، ممكن الثريد بتاعك يقعد وقت كبير جدا من غير ما يحصل له ديد او يحصل كلوز للثريد دي. طب ايه الحل؟ الحل اللي انت تحط التايم اوت مناسب للابليكيشن بتاعك بحيث ان هو ما يتخطاش الوقت المناسب. طب ليه ممكن تحط تايم اوت مناسب؟ عشان ما تخليش الابليكيشن بتاعك يعمل سبايك او يعلي في الميموري والسي بي يو فتحصل مشكله او يحصل كونسومشن لريسورسز انت مش محتاجها. تاني حاجه هتقابلك على البرودكشن وهي الليتنسي. الليتنسي مش معناه فشل او حاجه فيها مشكله، معناه ان في بطء في رجوع الريكوست او بروسيسنج نفسه بتاع النتورك. طيب حاجه زي كده ممكن تعمل لك ايه في البرودكشن او تعمل لك مشاكل عامله ازاي؟ ممكن ريكوست برضو يعطل الريكوست اللي بعده فبالتالي يحصل مشاكل فالابليكيشن بتاعك يقف. طيب حل حاجه زي كده ايه؟ ببساطه هتستخدم الاسync، ممكن تستخدم كاش، وممكن تستخدم البارallel بروسيسنج او البارallel ثريد. اخر حاجه او اخر مشكله بتقابلك على البرودكشن مش هتقابلك على الديف وهي البارشال فيلير. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو انت بتعمل عمليه دفع وعندك تو كومبوننتس، واحد للبيمنت وواحد للنوتيفيكيشن، فتخيل البيمنت حصل له بروسيسنج بشكل مظبوط لكن النوتيفيكيشن حصل فيها مشكله. طب حل حاجه زي كده ايه؟ حل حاجه زي كده ببساطه ان انت تشوف ايه هو نوع الفيلير. يعني مثلا في حاله البيمنت انت ممكن تعمل ريتراي للنوتيفيكيشن سيرفيس لو انت بتبعت بعد كل عمليه ايميل مثلا. طيب في احيانا عمليات بتبقى معتمده على بعض، لا هنا انت لازم تشوف الريتراي بيبقى عامل ازاي. ممكن تدخل ايفنت دريفن في الموضوع، ممكن تشوف كل ايفنت لوحده يتحسب ان هو ستيب، ممكن تفصل العمليات عن بعض بحيث ان انت مثلا تخلي اول عمليه دي ستيب 1 وتاني عمليه دي ستيب 2 وتفضل تعمل ريتراي على تاني عمليه لحد ما السيستم بتاعك يفوق او يبقى زي الاول او يكمل بروسيسنج بشكل مظبوط. الخلاصه ان النتورك دي عدو بتاعك بتاع البرودكشن، لازم تتوقع منها اي حاجه. ممكن تتوقع منها ليتنسي، ريسبونس غلط، بارشال فيلير، ممكن تتوقع منها ستاتس كود انت مش متوقعه اصلا، ممكن تتوقع منها اي حاجه في اي وقت. فانت لازم تكون عامل كل الريترايز بتاعتك وكل الاسبكتس ان انت ما تقعش في موضوع النتورك ده. برضو بالنسبه لي الخلاصه، ودي بناء على تجربه، ان السيستم القوي مش السيستم اللي ما يقعش، لا السيستم القوي السيستم اللي يقع ويعرف يقوم نفسه. شكرا.